اكتفاء لحظة ندم. العدد الجديد من جريدة الزمان المصري الآن بالأسواق، وتقرأ فيها: مصر بين ثورتين، الشعب يريد الحكم العسكري، الحكومة تحارب الفلاحين في أكل عيشهم، الانتخابات القادمة هل تفضلها فردي أم قائمة، مصر رايحة على فين، التحرش سب في جبين الشباب، البطالة آخر مسمار في نعش الخريجين، 4 مكالمات للمعزول، سبب ما يحدث في سيناء، هداف بطل الصين، الأهلي عقبة صعبة أمام التحدي العالمي، حكايات شهبور السريح بمحافظة الدقهلية، مدير أمن الدقهلية يكرم مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة، عصابة تخطف الزوج لإجبار شقيقه على التنازل عن قضية عاهة مستديمة بدمياط، 190 علبة تامول مع أبناء نقيطة، واقرأ لهؤلاء: مصر بناتي وأبنائي لا تختلفوا فعدوكم غدار كاذب، بقلم المستشار حامد شعبان، الاستقرار السياسي وصيانة الأمن القومي، بقلم الدكتور عادل عامر، خطوطنا الخضراء، بقلم الأديب عبد الرازق الشاعر، لأن التاريخ لن يكذب والجريمة لن تختفي، بقلم الأستاذ عبد الحميد زعزوع، الإخوان والجريمة الجنائية، بقلم العميد أحمد فتحي، المؤامرة، بقلم حافظ الشاعر. واقرأ داخل العدد ملف كامل بمناسبة مرور عامين على إصدار جريدة الزمان المصري الورقية، فتابعونا.